ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عشان تنجح معاكي اي تورتايه، هو طبعا اساسها الكيك الاسفنجي الهش. وده النهارده هنعمله مع بعض باسهل وانجح طريقه ان شاء الله تعتمديها. في البدايه هنكون معانا بولة العجان. لو ما فيش عجان تقدري تستخدمي مضرب. دلوقتي هنحط معانا نص كيلو دقيق سبونج، ده تقدري تجيبيه من اي حد مستعمل مستلزمات حلويات. ومعانا نص كيلو بياخد 6 بيضات. وطالما معانا بيض لازم طبعا نحط الفانيليا، دي حاجة أساسية معانا. ومعانا معلقة من المحسن الجل، لو مش متوفر عادي تقدر تستغنى عنه، بس هو بيدي هشاشة وارتفاع للكيك حلو جدا. ومعانا نص كوباية مية على النص كيلو دقيق سبونج. يبقى احنا معانا دلوقتي في العجان نص كيلو دقيق سبونج، 6 بيضات، نص كوباية مية، معلقة محسن الفانيليا. هنشغل العجان على اعلى سرعة. هتحسي في الاول ان العجان ان اللون الاسبونج في الاول مصفر، وكل ما تضربي اكتر كل ما اللون هيفتح معاكي لغايه ما توصلي للون المناسب والقوام المظبوط. في الوقت ده بنكون مشغلين الفرن على درجه حراره 180 درجه. ده لون الاسبونج في الاول هتحسي ان هو لسه بيفتح كل ما بتضربي اكتر. دلوقتي وصلنا للقوام المناسب، ده اللون اللي احنا المفروض نوصله، وبيعلى ويهيش معاكي في العجان. هنكون مجهزين الحلة بتاعتنا. انا هستخدم حلة مقاس 20، تقدري تستخدمي مقاس 20، تقدري تستخدمي مقاس 22 لغاية 24. مقاس 20 هتطلع معاكي 5 طبقات، مقاس 22 هتطلع معاكي من 3 ل4، حسب ما انت محتاجة وحسب المقاس اللي انت محتاجاه. طبعا هنفضي العجان خالص، مش هنسيب حاجة فيه يعني. دلوقتي هندخل السبونج بتاعنا في الفرن، وده نوع المحسن اللي انا بستخدمه. ده الكيك بعد ما طلع من الفرن ما شاء الله هش جدا ولونه جميل. دلوقتي هنطلعه من الحلة ونقطعه مع بعض ونشوف شكله من جوه عامل ازاي. اتمنى الوصفة تكون سهلة وسلسة تقدري تعمليها وبأقل الامكانيات، وربنا يحسن ما بين ايديكوا دايما. ولو وصلت معايا لغاية هنا اتمنى تكوني استفدتي، وما تنسيش تعملي لي لايك وشير للوصفة عشان يوصلك كل جديد معانا بإذن الله. وان شاء الله معانا وصفات كتير جاية الفترة الجاية. ده بعد ما قطعنا السبونج طلع معايا 5 طبقات ما شاء الله، من جوه هش جدا، لونه ابيض فاتح. اتمنى تعجبكم الوصفة، واتمنى تجربوها، وهستنى رأيكم وتعليقاتكم. دمتم بألف خير.